اي والله العظيم يا بنت، انا دائما اقول للناس مهما كانت المعاناة في السويد ما بتكونش نفس المعاناة في بلدانكم الذي عانيتوها. يعني او ماي جاش، لا كذا كثير عليا، فهمتم؟ فما بتكونش نفس المعاناة اللي عانيناها في بلداننا. يعني صحيح هنا نعاني شوي لان احنا لساتنا جدد ولساتنا يعني بانين حياتنا جديدة، فأكيد في معاناة، عرفتم؟ في معاناة بس ما بتكونش نفس المعاناة في بلداننا أبدا. فعشان كذا أصبر نفسي، يعني أقول إنه كثير أنا عانيت في معاناة هنا، ولا تجي 1% من المعاناة اللي عانيناها في بلداننا من اللي يعانوها الناس في بلدانهم وفي الدول العربية. وارجع أقول أوكي الحمد لله. فصحيح الحياة صعبة هنا، يعني الحياة بالنسبة لك أنت كشخص جديد جيت هنا بتكون الحياة كثير صعبة، بتتغير عليك ثقافة جديدة، بتتغير عليك حياة جديدة، بتتغير عليك وجوه جديدة، بتتغير عليك أرض جديدة، ثقافة جديدة، لغة جديدة، كل شيء جديد، كل شيء كأنك بديت، كأنك خلقت من بطن أمك من أول وجديد وتتعلم من أول جديد. لكن المرة هذه ما بيعلمك أبوك وأمك، راح تتعلم أنت لوحدك. فنفس ما قلت المرة الأولى، إنك تنتقل من بلدك الأم لدولة أوروبية هذا تحدي كبير 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 كبير. يعني إنك تكون قد التحدي وتواصل وراح تنجح وراح توصل يوم من الأيام راح تكون الشخص ناجح، يعني إنك تفشل وتفضل طول عمرك فاشل بهالبلد. المهم نصيحتي لكل الناس اللي في أوروبا، لكل الناس اللي جاية جديدة في أوروبا، نصيحتي لكم، وهاي النصيحة خذوها ببلاش. راح تواجهوا صعوبات كثيرة، فإذا أنتم تبوا تنجحوا في أوروبا وتصيروا نفس الناس هؤلاء ناجحين، يصير منكم الدكتور، يصير منكم، لا تحاولوا تقارنوا أنفسكم بالناس اللي صار لهم سنوات هنا. يعني مثلا أنا الآن صحباتي، أنا عندي صحبات الآن ما شاء الله عايشين، يعني الله يرزقهم الله يعطيهم، فعايشين برفاهية، عندهم سيارات آخر موديل، عندهم بيوت ملك، عندهم وظائف، يسافروا كل بلدان العالم، عندهم يعني عايشين برفاهية. فأنا ما أقارن نفسي بهم. ليش؟ أقول هم مروا بنفس الطريقة اللي أنا مريت فيها وصلوا. يعني هم الآن يقنوا ما حصدوا. في منهم أيضا فاشلين، أنا عندي أصحاب صار لهم من 20 سنة هنا فاشلين بحياتهم، مش مسويين أي شيء. فأنا لا أقارن نفسي بالفاشل ولا أقارن نفسي بالناجح الذي هو أصلا تعب، ولكني أنا شخص أشق طريقي وأبني طريقي وأحاول إنه أعمل شيء. فدايما أقول للناس هؤلاء عشان ما تشعروا بالإحباط، عشان ما تكسروا مقاديفكم انتم بانفسكم، لا تقارنوا انفسكم بالناس الذي صار لها سنين. مثلا تقول شوف فلان لابس ماركات، عنده سيارات، وعنده بيت، وعنده مدري ايش، وعنده مدري ايش، وانت لساتك جيت امس على هذه البلد. وهو هذا التعب، اجتهد وتعب وما تدري كيف المعاناة اللي عاناها، انت ما مريت فيه. المعاناة اللي عاناها اللي هو عاناها انت ما تدري. بعض منهم البعض انت ما تدري، في منهم بعض اجا عبر البحار، يعني البعض منهم جاء عبر البحر وتعذب وتبهذل وقعد هنا سنوات ما حصلش على الإقامة، وتبهذل واشتغل وتعلم اللغة ووصل يعني. فإياكم والمقارنة، تقارنوا حياتكم بأشخاص سواء اللي في أوروبا أو اللي في الدول العربية مثلا. انتبهوا تقارنوا أنفسكم بأشخاص. إذا قارنتم أنفسكم بأشخاص راح تفشلون، راح تفضلوا طول عمركم فاشلين، راح تدخلوا بموجة اكتئاب، راح تتعبوا نفسيا، راح تكونوا أشخاص مدمرين.
فخلوني بعد هالسنابة أكلمكم على هالمجال وعلى هالموضوع وكيف تقدروا أنتم تبنوا أنفسكم بدون ما تقارنوا أنفسكم بالآخرين. أنتم الآن تتابعوني، في ناس يتابعوني من سنين. المرة الأولى لما نشرت سنابة في ناس يتابعوني من سنين، في ناس يقول لي أنا تابعك من 5 سنين، في ناس يقول لي أنا تابعك. أنا فخور فيكم سعيد. في ناس يعرفوا حجم المعاناة اللي أنا عانيتها حد ما وصلت هنا. أنا كل يوم أنشر لكم إنه أنا أروح المدرسة وإنه أنا أتعب وإنه أنا أتعذب وإنه أنا شوف والله يداتي بعد الأشياء اللي رحت شليتها كذا، يعني قريت بالثلج، تعبت، رحت المدرسة بعز الثلج درجة الحرارة 16 تحت الصفر، تعبت، قريت، بكرت الصباح والناس نايمة، حاول أجتهد. بيجي يوم من الأيام مثلا بعد 5 سنوات 6 سنوات بيكون عندي وظيفة كويسة، ببدأ اشتري لي بيت، اشتري لي سيارة، اشتري لي، بيجي واحد جديد بيقول هذا من وين لوذي أو من وين كيف عمل كيف، يعني أنت ما تدري أنا إيش اللي مريت فيه، أنا إيش اللي عانيته عندما جيت هالبلد. أنا يعني كنت ما أتكلم وكنت أتلفخ وكنت أتبهذل وكنت يعني أنا ما أشرح لكم حياتي أول ما وصلت السويد كيف كنت مبهذل، يعني درجة أنا حسيت الآن إنه بدأت أطلع شوي 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 لين توصل، يعني الحياة ما رح يعني توصل لك كذا. فدائما ارتضي باللي انت فيه، كان قليل ارتضي فيه، كان كثير ارتضي فيه، فحاول انك ترتضي بما انت فيه. اذا ما ارتضيت بما انت فيه صدقني راح تعيش بجحيم في حياتك. اذا حاولت تقارن نفسك بالاخرين اللي هم اعلى منك وعايشين برفاهية راح تعيش بجحيم. اذا حاولت تقارن نفسك، واذا قارنت نفسك بالناس الفاشلين والناس اللي كذا بتفضل فاشل مثلهم. فخليك انت لك كيان، وخليك انت شخص له كيان، وخليك انت شخص يعني. فالمهم يا حبايبي واعزائي وعزيزاتي، لا تحاولوا تقارنوا انفسكم بالمشاهير او باحد احسن منكم. والله العظيم انتم ما تدروا معاناتهم. انتم على سبيل المثال، انا عندما وصلت السويد في ناس من اللي هم مثلا مضطهدين، من اللي هم يعانون، من اللي هم كانوا يقولوا محمد البكاري وصل السويد والآن تغيرت حياته، شوفونه يصور، يروح يلبس بحرية ويروح. انتم ما تدروا أنا كنت أعاني، بس ما كنت أقول لكم، يعني ما كنت أقول لكم إنه أنا كنت أبكي في طول الليل، كنت أراجع أطباء نفسيين، بس ما أقول لكم. كنت أنا ما أقدر أنام، كنت أنام بمهدي، أشرب حبوب عشان أقدر أنام من الألم، من القهر، وجهي احترق. قعدت أراجع الأطباء النفسيين حتى اليوم، أنا وجهي احترق من كثر الألم، من كثر القهر، من كثر التعب، من كثر أنا كل المجتمع وكل الناس كانت ضدي. فكنت أضحك وأظهر لكم أضحك وكذا. أنا الآن أعطيكم طاقات سلبية، ولكني أعطيكم درس إنكم ما تأخذوا من الناس، تخلوا الناس هؤلاء تأثر فيكم، تعيشكم بحالة نفسية. أنا كنت ما أستطيع أنام والله العظيم، كنت أراجع على الأطباء النفسيين، بس أمسح دموعي وأظهر أرقص، وأظهر أغني، وأظهر بالمطاعم أخرج، وأظهر مو ضروري أقول للناس كذا. فالحمد لله شوي 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 ما انكسرت، يعني ما حاولت إنه انطرح وعيش طول حياتي إني مريض نفسي وأحاول إنه لا. تعالجت ونهضت من جديد، رحت المدارس، تعلمت، بنيت حياتي، وفكرت إنه المدرسة دي راح تنفعني، بنيت علاقات، كونت نفسي خطوة 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 خطوة، لين حسيت نفسي أنا محمد إنه أنا تحسنت عن أول، أنا ما عدني كذا، صرت أحسن. فهمتم يا سيداتي وساداتي؟ الإضاءة قوية، مدري فوق راسي، مدري كيف، المهم ما لكم منها. فيا حبايبي الله يسعدكم، لا تكونوا تقارنوا أنفسكم بالآخرين. فإذا أردتم أن تعيشوا حياة حلوة بدون اكتئاب، بدون يعني ستريس، تعيشوا حياة كويسة، فلا تقارنوا أنفسكم بالآخرين. فنفس ما قلت لكم إنه أنا شخص أتكلم عن نفسي، كان في ناس كثير وأنا أشوفهم بعيني، يعني والله العظيم كان يقول لي محمد ورب العزة أشوف آلاف التعليقات عندي،
أقسم بالله يقولوا نتمنى نعيش حياتك، نتمنى نكون مكانك، نتمنى نروح، نتمنى. هم ما يدروا أنا إيش اللي أعاني منه، بس يشوفوني أرقص، يشوفوني أضحك، يشوفوني ألبس، يشوفوني أروح أصور لهم كنت بأماكن يروحوا فكروني كنت مبسوط. ما كنت مبسوط، كنت أبكي، ما أقدر أنام إلا بعد ما أبكي لين أموت من البكاء. وجهي احترق، طلع بوجهي تصبغات، وجهي صار فيه تصبغات. تعبت، قعدت أراجع، قعدت سنة كاملة أراجع الطبيب النفسي. ما انكسرت، ما استسلمت. قلت لا، أنا إنسان لازم أراجع الطبيب النفسي، وأنا إنسان مو لازم أدمر نفسي وأكون مجنون، فلازم أراجع الطبيب النفسي، لازم أعيش حياتي. أنا إنسان أستحق، وأنا إنسان لازم أجتهد، وأنا إنسان لازم أوصل، وأنا الله أعطاني فرص في ناس ما حصلوا عليها. فحاولت إنه أسلك الطريق الصحيح، مع إنه غيري لو كان في المكان اللي أنا فيه راح يتجه اتجاه المخدرات، راح يتجه اتجاه مضرة الآخرين وأذية الآخرين، راح احتمال ينضم لعصابات، احتمال. فأنا الحمد لله تجاوزت المرحلة الصعبة هذه. في الطبيب النفسي أيضا ساعدني. فالمهم قلت بحكي لكم عن نفسي إنه أنا كنت كثير أعاني يعني. في ناس كانت تقارن نفسها فيني، فيقولوا لي إنه أنت عايش وشوفوا كيف هذا يدعموا منظمات، هذا يعطوه، هذا. وأنا والله العظيم كنت ما أنام، الحمد لله مستور الحال. بس المال مو كل شيء، المال مو كل شيء. أنا الحمد لله كان يعني أقدر أجيب المال، بس ما أقدر أجيب الراحة النفسية. ما كنت مرتاح نفسيا، كنت أبكي طول الليل، كنت كثير أشتاق لأهلي. والله العظيم ما أقدر أنام الساعتين الثلاث ساعات اللي أنام فيها تجيني فيها أختي بالمنام، تصحيني تبكي، تجيني فيها أمي. كنت كل يوم أتصل على خواتي على أمي أقول لهم أنتم تجوني بالنوم، أنتم تجوني بالنوم. أنا يعني كنت أتخيل لي أهلي يجوني بالنوم بالسويد، كنت أقوم أشوف أهلي، كنت أشوف أمي، أقوم أشوف أمي، لأنه أنا خرجت من السجن. السجن سبب لي صدمة، فاضطريت إنه أراجع الطبيب النفسي. فالمهم حبة أنا اليوم حس نفسي أفضل بمليون مرة من قبل سنتين. أنا محمد اليوم مو محمد اللي كان قبل سنتين. تغير كل شيء، كل شيء تغير، حتى جسمي تغير. والله وهالنعمة حتى جسمي تغير. ليش؟ لأنه أنا اللي أردت التغيير. لو أنا استمريت بالاكتئاب وقارنت نفسي بالآخرين وأنا ليش كذا، وأنا بضطر إنه آخذ مخدرات، بضطر إنه أسلك طريق غلط، بضطر إنه أريح أتاجر بأشياء، بضطر هنا أبيع جسدي والسواليف. تدمرت حياتي. فأنتم لا تقارنوا أنفسكم بأي شخص تشوفونه على السوشيال ميديا، فلأنهم هم مو سعيدين. كل واحد منا له جانب مظلم ما يظهره للناس. المهم كل مننا له جانب مظلم، وكل مننا لازم يرتضي بحياته. ارتضي بحياتك مثل ما هي. إياك اوعى تقارن نفسك بشخص. أنا لا تقارن نفسك هذه نصيحتي لأي واحد يتابعني، لأي وحدة. انتبهي تقارني نفسك. أنا أكثر شريحة ممكن تتابعني بنات، ما أدري ليش بنات كثير يتابعوني. انتبهي تقارني نفسك بوحدة مشهورة أو مسوية عمليات. أنت ما تدري حجم المعاناة اللي تعانيها. أنا عندي صاحبات والله العظيم عندهن تشوهات من العمليات، ويظهرين يرفع لك السنتين من هنا وبين لك هذا وهذا، ومن هنا خايس ما تقدر تطلع للناس، من هنا ما تقدر تنام. يمين بالله إنه أعرف ناس ما يقدرين ينامين لا على اليسار ولا على اليمين. يمين بالله إنه أعرف ناس ما يقدرين ينامين، وتشوفونهن يرقصين، تشوفونهن وهن مؤخراتهن، وتشوفونهن هن والله ما يقدرين ينامين. والله ينامين يبلعين علاجات عشان ينامين. فإياكن إنك تقارنين أنفسكم بناس على السوشيال ميديا. وإنتم أيضا أصدقائي وصديقاتي لا تقارنوا أنفسكم بأحد شفتونه على السوشيال ميديا، أو بأحد غني، أو بأحد مشهور، أيا كان.
كل منا له جانب مظلم، وكل منا يسلك طريق. فحاولوا انكم انتم تكونوا انتم لكم كيان، وتحاولوا تحسنوا من انفسكم، تتعلموا لغة جديدة، تدرسوا شيء جديد، تروحوا تجوا، تثقوا بانفسكم، تعطوا انفسكم الثقة انه انا واثق من نفسي وانا اقدر. كلكم تقدروا، والله سبحانه وتعالى خلق لكل انسان قدرة، ولكل انسان خلق له موهبة، بس هو ما اكتشفها، ما قدر يشغلها. واصدقائي صديقاتي اللي في السويد تحديدا، اللي مثلي الان، اللي حنا جينا على البلد دي جديدين، حنا جدد في هالبلد، انتبهوا تقارنوا انفسكم باشخاص قبلكم بهالبلد من 20 سنة. مثلا انتبه تروح بيت واحد، تتعرف على واحد، تروح بيته تجده او ماي جاد، ايش البيت ذي اللي عنده، ايش السيارة اللي عنده، ايش المال اللي عنده، ايش. اوعى إذا قارنت نفسك فيه راح تعيش حياة ضنكاء، راح تبقى طول حياتك راح تحاول توصل ما تقدر، تلقى صعوبات، بتموت، وبهالبلد بتموت. في طريقة ثانية اللي هي ايش؟ انك تتعلم، تدرس، وتسلك الطريق اللي هو سلكها. في طريقين، طريق هنا للشر وطريق هنا للخير. فهالشخص اللي انت رحت عنده وشفته ناجح هو سلك هالطريق، انت اسلك الطريق. وهو بطريقه وقد صعوبات، وقد متاعب، وقد كثير 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 من المصاعب. فانت نفس السالفة، راح تجد صعوبات، راح تجد متاعب، راح تجد خطوة 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 خطوة، وانت تمشي. اياك انت توقف، انتبه تتوقف. اذا توقفت فشلت، تأخرت. واصل عشان توصل لما هو وصل له، راح توصل بالعزيمة وبالقوة، وانت تقدر. لا تقول انا ما بقدر ويحتاج لي، لا، انت بتقدر. الوقت يمر والسنوات تمر، وبيجي وقت بتقدر. حاول تعمل، اذا ما عملت السنوات بتمر وانت ما عملت شيء، وعمرك راح يمضي وانت ما عملت شيء. اعمل من الان، من ذا الوقت، تحرك الان، في معك فرصة، تحرك الان. فإياك انك فالمهم ما ادري، انا هدرت كثير لين حسيت راسي وجعني من الهدرة. بس انه ان شاء الله تفهموا المعلومة، انه ما تقارنوش انفسكم باحد، حاولوا تعيشوا حياتكم كما هي، تقبلوا انفسكم، تقبلوا عيوبكم، تقبلوا كل شيء، فلا تحاولوا تقارنوا انفسكم باحد. فيمكن الله سبحانه وتعالى منحكم الصحة ما اعطاها غيركم. المشهور اللي تشوفونه على السوشيال ميديا انتم ما تشوفونه، ما تدروا عنه كيف ينام، ما تدروا عنه كيف يصحى، ما تدروا عن حياته الصحية، ما تدروا عن جانبه المظلم. لكل منا في الحياة جانب مظلم، فأنتم تشوفوا الجانب المشرق من حياتنا، احنا ما نوريكم الجانب السيء. في جوانب مو سيئة بعد السيئة ما تشوفوها. أنا الآن ممكن أبكي من التعب، ممكن أقهر، ممكن بس أوكي، وأقوم أرقص بالسناب، وأقوم أشيل لي كاسة، ترقص، ما تدروا. راح تشوفوني سعيد ومبسوط كده، ما تدروا ليش. انتم ما تدروا انا ايش اللي اعاني منه، وانا وحدي. فانتبهوا تقارنوا انفسكم باي شوف ضفري تشوه. المهم دقيته بالباب المره الاولى وتشوه. فانتبهوا تقارنوا انفسكم بايا كان. كونوا انتم، عيشوا، ابنوا حياتكم، وركزوا على اهدافكم، وراح توصلوا لما تريدون. واياكم تقارنوا انفسكم بالاخرين. تحياتي للجميع، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين. وخلوني أشرب حق الريد بول وبس. بقول لكم حاجة، هذه طبعا الرسالة لأصحابي اللي في السويد. انتبهوا، اوعوا تصدقوا الأشخاص الذي يحاولوا يكسروا مقاديفكم. راح تشوفوا أشخاص بحياتكم لهم مثلا من 20 سنة في البلد، بدل ما يقول لك اسعى، ادرس، تعلم كذا، بيحاول يكسر مقاديفك. يا شيخ السويد ما فيها شيء، روح لك دولة عربية، اعمل لك كذا، اعمل لك. اوعوا، انتبه. اوروبا هذه ما تنفع. اوروبا البلد مو سيئة، هو السيء. ما في بلد سيئة، هو السيء، هو الفاشل. السويد قدمت له كل الفرص، هو ما استغلها. فأنا اليوم أروح عند دكتور طبيب الأسنان
سوري، والله سوري اللي يروح عند طبيب الأسنان. طبيب الجلدية اللي المرة الأولى رحت عنده عراقي. طبيبتي اللي تحت الله يسعدها والله يوفقها والله يعطيها الصحة والعافية طبعا عراقية من أطيب الناس اللي واجهتهم بالسويد. طبيبة هي عراقية. هؤلاء الأشخاص كيف وصلوا لهالأماكن؟ يعني واحد طبيب، واحد مهندس، واحد راح تجدون بشتى المجالات، يعني راح تجدوهم حتى في السلطة، راح تجدوهم. فهؤلاء الأشخاص كيف وصلوا؟ وفي المقابل أنت ليش ما وصلت؟ يعني أنت اللي قاعد تكسر مقاديفي، أنت ليش ما وصلت؟ لأنك أنت فاشل. السويد قدمت لك كل الدعم، قدمت لك كل الإمكانيات، وأنت ما استغليت الفرصة. يعني أنت فاشل، البلد مو فاشلة، أنت فاشل. ليش هذا الشخص ناجح أنت فشلت؟ يعني أنت حمار. لا تحاول تكسر مقاديف الناس اللي صار لهم، اللي هم جديدين على البلد. جو قل لهم أنتم راح تقدروا، ادرسوا، تعلموا، ادفعهم المهم يا أعزائي وعزيزاتي، اوعوا وانتبهوا، تصدقوا هؤلاء الناس. طبعا هؤلاء ناس لهم من 20 سنة بالبلد، من 30 سنة بالبلد مثلا، تجدهم ما يقدر يتكلم اللغة. يعني تقول له اكتب لي شيء يعني ما أعرف. فهالشخص هو الفاشل يا أخي، أنت فاشل. تجدهم ما عنده، تخيلوا، لا 20 سنة ولا 40 سنة بالبلد، ما عندوش يعني ما عنده أي مهنة، يعني حتى ما عنده شهادة، ما عنده أي مهنة، ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء. يقول لك السويد يا شيخ، بس السويد يا شيخ، أنا أبغى أرجع يا شيخ، أنا مدري إيش وبس. و24 ساعة تجدهم التليفونات بيداتهم، بالمترو، بكل مكان، مصاري مصاري مصاري. تسمع المصاري أكثر شيء يتكلموا عليه، بس تحسهم كذا زي الكلاب، بس مصاري 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 مصاري. أكثر كلمة أسمعها هي المصاري، مصاري 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 مصاري. صرت أنا أشعر بالقرف من كثر ما أسمع هالموضوع. ليش أنتم أشخاص فاشلين؟ يعني ليش أنتم ما حاولتم من بدايتكم، مع أنه كان متاح لكم الفرص أكثر مننا اليوم؟ كان قبل 20 سنة السويد متاح لكم الفرصة أكثر مننا اليوم. ليش ما حاولتم تعملوا تبنوا مستقبلكم بطريقة أو بأخرى؟ بطريقة أو بأخرى افعلوا. فالآن هم فاشلين، يحاولوا يكسروا، يشوهوا البلد. أو حتى الذي في هولندا اللي تشوفوهم على تيك توك، البلد دي ما تنفع وهذه ما تنفع. هي مو ما تنفع، هو فاشل. البلد هذه حلوة، هولندا حلوة، بريطانيا حلوة، كل الدول هذه حلوة، بس للشخص الناجح الذي يبني مستقبل. الشخص الفاشل هالبلدان ما تنفع له. الشخص الذي يبي بطح على بطنه ينام، البلدان دي ما تنفع له. الشخص الناجح واللي بيوصل للقمة، هذه بلده. تعال هنا، راح تكون انت في مكانك المناسب في المستقبل. المشكلة تقدر ينبح يقول لك السويد دي مش حلوة، وهذه مدري ايش، وهذه ما انا ما اقدر. تقول له انت طيب يا حبيبي، انا السويد مو حلوة، وهالبلد مو حلوة يا اخي، وانت اصلا عندك الجنسية، لك 20 سنة بالبلد يا اخي، عندك الجنسية، ليه جالس هنا؟ يعني ليش جالس هنا؟ قل له كذا، قصف جبهته انت عندما يقول لك انه مو حلوة ومدري ايش وضريبة وهالسواليف، حاول يحطمك بهالموضوع. رد عليه، قل له انت ليش جالس هنا حبيبي؟ ليش ما تروح تشوف لك بلد ثاني؟ شوف ايش بيرد عليك، شوف الحمار ايش بيرد عليك. يقول لك انا ما اقدر. حبيبي ليش ما تروح تشوف لك بلد ثاني؟ عندك الجنسية، تقدر تسافر اي مكان. ليش انت جالس هنا؟ ليش تحطمني انا؟ تبيني اخرج من البلد او تبيني اتحطم؟ ليش قاعد تبث لي هالطاقة السلبية انا؟ ليش انت ما تخرج من البلد؟ عندك الجنسية وصار لك 20 سنة بالبلد، وانا جيت امس قاعد تحطمني. فاوعوا من هؤلاء الاشخاص، هؤلاء الاشخاص عبارة عن سم. فحاولوا، البلد هذه نفس ما قلت لكم حلوة للاشخاص الذي يبوا يصيروا في المستقبل شيء، اللي يبوا يتعلموا، اللي يبوا يدرسوا، اللي يبوا يصيروا عندهم هدف بحياتهم. اما الاشخاص الفاشلين راح يفضلوا طول عمرهم فاشلين. والله لو يطلعوا زحل، والله لو يطلعوا عند الله كذا يقاوروا الله، راح يبقوا فاشلين، لانهم ما عندهم هدف. والانسان اللي ما عنده هدف يبقى بلا هدف. فيا اعزائي، اذا جيتم تفكروا، هذا ما اردت ان اقوله. اخواني اخواتي، اثابكم الله،
وصلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستغفروا الله لي ولكم. كان معكم من هنا من مدينة ستوكهولم الداعية والشيخ اليمني محمد البكاري. استغفروا الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.